السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد. وصفتي لنهار اليوم راح تكون وصفة رمضانية بامتياز. وشكون فينا اللي ما يبغيش طاجين الزيتون؟ يعني هذا الوصفة ولا طبق اللي يكون في اليوم الثاني. احنا عندنا هنا في وهران لازم يكون كان يديرها في النهار الاول، ولكن احنا في العائلة تاعنا دائما نهار الاول برقوق طاجين حلو، والثاني طاجين يعني اليوم الزواج نديرو طاجين الزيتون. وانا اليوم حبيت يعني نبدل شويه ودرت لكم طاجين الزيتون تاع المطاعم وببنه الاعراس. تجي خاطر بلا ما ديري لها لا فرينه لا مايزينا لا كريم فريش. راح نوريكم الطريقه تاعي انا كيفاش نستخدم ولا كيفاش نطيب طاجين الزيتون تاعي ونخلي لاصوص تاعي تجيني عاقده وتجي تهبل. او ميم طون تاني هذوك اللي بول تاع الفيونداشي يجوا طريين ويجوا حلوين ما تامنوش. دونك قعدوا معايا حتى الاخير باش تكتشفوا الوصفه معايا. اول حاجه راح نبدا بها اللي هي الزيتون. حنعطيكم الطريقه تاعي اللي تخلي الزيتون تاعنا من اول غليه تقلع كاع الريحه وديك المروريه والملوحيه. هو نجيبو هنا الزيتون تاعنا تاع الطاجين نشلها شحال من خطره، ومن بعدين نحطه هنا في الكاسرونه، ندير عليه الماء، ندير عليه مغرف فرينه، ندير عليه ايضا وريقه تاع رند وزوج مغارف سكر، ونورمالمون نديرو الليم. انا ما كانش عندي الليم، نتوما ديروا هكا شريحه تاع ليمون ودركا ندوه للنار ونخلوه يغلي. الوقت الزيتون تاعنا راه يغلي، انا نروح ندير حاجه واحده اخرى واللي هي الطاجين. قلت لكم يعني الطريقه تاعي اللي نعتمدها هي انه نجيبوا حبه بصله مرابيه، وكل ما كانت يعني مرابيه مليح كل ما هذيك الاصوص راح تجيكم عاقده صاي ولا تجيكم تاني خاتره. دونك حطيت هنا حبه بصله متوسطه مع حبه طماطيس متوسطه وريقه تاع الرند وشويه تاع الزيت والسنه تاع الثوم. البصله والثوم ربيتهم مع بعض، دوك نخليهم يتقلاو. وهذا هو السر تاع الطاجين تاعنا اللي يجينا عاقد. باش يجينا عاقد بالبصله والطوماطيس، وخلوها تتقلى وتتحمر معاكم تخي تخي بيان. من بعدها كنت ضفت له الزيتون، ودركا راح نروح للتوابل ابو حفص، يعني اجود انواع التوابل صراحه اللي جربتهم اللي بديت في المحتوى معكم صراحه بكل مصداقيه. دونك حنخليكم هنا رقم الهاتف اللي تبغوا تطلبوا لي باك تاعهم. انا هنا كنت درت توابل، من التوابل الخاصه كنت درت تابل تاع الزيتون كيري الزيتون، درت الحرور ودرت ايضا الكركم، وهذا مكان الملح انا في الاخير نشوف. دوك نبقى نقلي فيهم هكا ومن بعدها نمرقهم. الشيرات هنا غادي نخليكم رقم الهاتف اللي تبغي تكوموندي، راح نخليكم ايضا السيت تاعهم تحت اسفل الفيديو باش تعرفوا لي بري وتعرفوا لي كادو. وعندهم تاني مفاجآت عديده في رمضان ان شاء الله. ما عليكم غير تدخلوا لاباج تاعه ولا للسيت باش تشوفوا واش غادي لكم كادويات. او ميم طون تاني انا الوقت اللي طيب معايا الزيتون نفوتو نحضروا لافيونداشي ولا كرات اللحم المفروم. هنا حطيت يعني حوالي 300 كفته، درت بصله صغيره مرابيه، سنه توم، وجبت كيري تاع اللحم. راح ندير حوالي نص مغرف من كيري اللحم اللي كنت جبته من عند توابل ابو حفص من الباك الخاصه. دركا راح من التوابل الاساسيه جبت الكركم والحرور وهذا مكان، وتاني رشه تاع ملح. ودركا شا غادي نزيد للفيونداشي تاعي راح نجيب له مغرف كبيره تاع شابلور صاي باش تزكي لي اللحم تاعي. راح نجيب تاني حبه تاع بيض صغيره، تاني كميه من المعدنوس، والسر اللي يخليكم الفيونداشي تاعكم تجي طريه زبده اللي هو الماء. عندكم انا هنا درت 300 تاع كفته، درت 2 مغارف كبار تاع ماء، نجمو تروحوا حتى 4 مغارف قد ما تبغوها طريه قد ما تزيدوا لها الماء. ومن بعديها تاني باش تجيكم بنينه وتجيكم رطبه روحوا دحكوها مليح شحال من خطره حتى ترطى في يديكم. وإلا يعني ما بغيتوش هكا تفوتوا هذه المرحله روحوا حطوا كلش في الاشواق وعاودوا ضربوها ضربه ولا زوج تولي لكم رطبه والملمس تاعها يجي بزاف رطب. دونك انا بلا ما نطحنها في الاشواق غير بيديا هكا خلطها مليح مليح. ودركا شوفي الكرات تاوعي كيفاش يجوا رطبين ويجوا يهبلوا. دونك راح نبدا نكور في الفيونداشي تاعي، يعني غير ترونسمي الله يبارك، وكي تخلطوا لها صوالح يعني الحجم تاعها يزيد. ودركا العميرات بعد ما شكلت كرة تاع الكفتة تاعي راح نحل على الطاجين هنا في نص طياب، نحل عليه وندركا باش نحط الكروطة.
وهذا هو السر اللي يخلي لي طاجي تاعي يجيني حلو أحسن. دونك أنا جبت شحبة تاع كروطة، قطعتها شوية يعني رقيقة ونضيفها في نص الطياب تاع الطاجين تاعي، وفي نفس الوقت تاني نروح نحط كرات تاع اللحم. هنا نتوما تنجموا يعني تقلوهم، مي هاكا راح تجيكم سهلة مهلة وتجيكم تاني بزاف بنينة. وقلت لكم هاد الطريقة تاع المطاعم فجربوها أكيد رايحين تعتمدوها. ونعرفوا تاني طاجين تاع الزيتون يبغي بزاف المارغرين، دونك درت هنا مغرف تاع مارغرين، راح نبلع عليها نقص عليها ونخليها طيب وتتجمر معايا. درك العميرات هنا اشاك فوا تسخسوني على الاسعار تاع التوابل ابو حفص، وانا دي فوا غير ننسى ماشي ما نذكرهمش. اذا عميراتي التوابل تاع ولا الباقه التوابل الخاصه السعر تاعها 180 الف، اما باقه التوابل الاساسيه هي ايضا تاني 180. كانوا 200 ميل دركا رجعوهم 180 ميل. ثم دركا اللي تبغي تشري 3 باك من هاد لي زيبيس عندها هاد الحامله تاع توابل مهدات من طرف توابل ابو حفص. وقلت لكم مازال عندكم بزاف هدايا ينتظروكم. وايضا حاجه تاني شابه انه توصيل مجاني عبر كامل التراب الوطني. دوك العميره طاجين تاعي شوفوا لي الله الله كيفاش راه يتجمر، وقلت لكم نقصوا عليه وخلوه يتجمر في غرده. وانا حاولت اني نزوميكم باش تشوفوا لاصوص تاعي كيفاش راهي تتجمر وجات عاقده الله يبارك، والبنه حسل يليق تجربوا لهذه الطريقه ما كانش كيفاش. دركا العميرات نتوما اكيد حنا نعرفوا بلي طاجين زيتون سيختو فهرا لازم نقدموا معاه البطاطا المقليه، سينو ما كايناش طاجين زيتون. انا هاد الاثناء ديجا كنت نقلي في البطاطا. كما راكم عارفين انا في شعبان ورانا نصومو على بها، انا شادرت قلت يلا يلا يعني غير نصورها معكم ومازال باقي لي نزيد نقلي البطاطا. درك المهم انا غير نوريكم الطريقه وانتم اكيد يعني تقدموه باي طريقه تبغوها نتوما. شوفوا لي هنا العميرات بعد ما وجد معايا الزيتون حطيته في الاسيات، ودركا تاني نزينه بالمعدنوس. وهذا هو الطاجين تاع الزيتون تاعنا اللي يكون على طريقه المطاعم، يجي عاقد ويجي حسل ويجي بنين ما كاش كيفاش ما تجربوش. اما هذيك الكره تاع الكفته تجي طريه تجي حلوه تجي بنينه تهبل. ما عليكم غير تجربوا الوصفه اكيد وتعتمدوها ان شاء الله. الى عجبتكم وإلا عجبتكم شدوا الى عميرات بلا ما نوصيكم دائما جيم وبارطاج الوصفه وتعليق شباب اكيد هكا باش تحفزوني ونزيدوا نحطوا وصفات رمضانيه ان شاء الله ومازال خير للقدام. المهم العميرات دركا شبقى لي ما بقى لي غير نوريكم لاصوص هكا عن قرب تاني. شوفوا كيفاش جات لا كولور تاعها، شوفوا تاني الكروطه كيفاش طلقت هذيك الاورانج يعني اللون البرتقالي مع الكركم جاي يهبل. وهنا لازم نقسم معكم الحبه تاع الكفته باش تشوفوا الداخل كيفاش جات، وايضا يعني قلت لكم تجي دايبه دوابا. دونك عميراتي ما بقى لي غير نقول لكم تبقوا على خير الى فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.